يا حاج يا حاج، حسابك لسه مفتوح على المكنه. القصه دي حصلت من يومين بس، فخلي بالك على حسابك البنكي عشان ما تنساهوش مفتوح وانت بتسحب من الاي تي ام. طريقه نصب جديده وغريبه ولازم كل الناس تبقى فاهماها كويس جدا وعلى وعي كامل بيها. 210,000 جنيه اتسحبوا من بطاقه راجل غلبان من غير ما يحس، والتفاصيل كانت صادمه وغريبه. الخبر نزل غير واضح من اسبوع والناس اتريقت وفضلت تقول ازاي 210,000 جنيه اتسحبوا من الفيزا بتاعته بسهوله كده. القصه اللي كانت كلها غموض ومش واضحه من يومين بقت دلوقتي واضحه وضوح الشمس بعد ظهور الحقيقه كامله. في منطقه الكوبري الخشب في ولايه دكرور راح راجل مسن ومريض سكر وضغط يقبض معاشه من ماكينه الاي تي ام اللي على اول الشارع، وبعد ما قبض معاشه وساب الماكينه وبيبدا يتحرك نادت عليه ست كانت واقفه عند الماكينه بصوت عالي قبل ما يبيع. يا حاج يا حاج، حسابك لسه مفتوح على المكنه، الحق يا حاج. فطبعا الراجل صدق كلامها ورجع عشان يقفل حسابه اللي لسه مفتوح على المكنه. وعند المكنه بقى الست قالت هتعمل شويه خطوات كده عشان تقفل الحساب. المهم ان الراجل اتزاول، الحقيقه انها كانت مركزه معاه عشان تحاول تحفظ الرقم السري بتاع البطاقه بتاعته. وقبل ما يمشي شغلته تاني بالكلام عشان تعمل عملتها اللي متعوده تعملها، وبالفعل قدرت تبدل الفيزا بتاعته الراجل بفيزا شبهها بالظبط. والراجل طبعا مشي وهو مطمن ان كل الامور تمام وفيزته في جيبه. الموقف ده حصل بعد العصر تقريبا او في وقت العصر، ولما الراجل خلص فطاره وبيبص على تليفونه اتصدم واتفاجئ ان في 210,000 جنيه اتسحبوا من الحساب، والحساب كان عليه مكافأة نهاية الخدمة. وطبعا بلغ البنك وقتها على طول عشان الحساب يعرف. والتحريات اثبتت ان العصابة اتحركت على منطقة في فيصل في شارع العشرين بالتحديد، اشتروا ذهب من محل ذهب بحوالي 195,000 جنيه ودفعوا بالكارت 200,000 جنيه، وبعدين سحبوا اكتر من عملية سحب 5,000 جنيه من اي تي ام. وبالليل حاولوا يسحبوا فلوس تاني من ماكينة تانية في بهتيم، ولكن كان وقتها الفيزا توقفت من جهة البنك. القضية دي لوحدها من اخطر القضايا اللي منتشرة في الايام الاخيرة، ولسه عامل فيديو من يومين بقصة شبه دي بالظبط مع اختلاف بعض التفاصيل، تقدروا تروحوا تشوفوها على الصفحة. والمفروض ان اللي اتسرق ده مكافأة نهاية خدمة اكتر من 40 سنة على حسب كلام العائلة. وصلوا صوت الراجل ده عشان يتقبض على العصابة دي وحق الراجل ده يرجع. وما تنساش تعمل فولو لايك وشير على الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وتصلي على النبي. غفلته وسرقت منه 210,000 جنيه مكافأة نهاية خدمته من قدام مكنة الصراف الآلي. الخبر ده قلب الدنيا على السوشيال ميديا، فلحد ما يظهر بيانات جديدة في الواقعة دي ونعرف تفاصيلها بالظبط اسمع قصة شبهها بالظبط. ست غلبانة وجوزها كانوا نازلين يقبضوا من ماكينة الاي تي ام اللي على أول الشارع عشان يجيبوا حاجة العيد ويفرحوا الولاد، ولكن اللي حصل عند الماكينة كان صادم ومخيف ولازم تعرف كل تفصيلة فيه عشان لو قرر معاك أو قدامك تقدر تنقذ الموقف. الراجل وقف قدام الماكينه عشان يبدا يسحب الفلوس، ولكن بعد محاولات المكنه مش راضيه تسحب الفلوس وبيحصل خطا او تقريبا ما فيش رصيد، والراجل غلبان وما يعرفش في الكلام ده. المهم ان كان في ست واقفه وراه ومركزه معاه جدا وكانه هيديها الفلوس اللي هو يسحبها، شبه الست اللي غفلت الراجل ده بالظبط. الست دي بقى فضلت تستعجله وتحاول